ثورة الشعب الأبي. 25 من يناير مضت، ونفوس الأعزة تحت الرماد تفجرت. الفساد قد استشرى وعم الغضب، والثورة في أرجاء مصر انتشرت. سلوني لم الثورة من قلوب الشباب، ولم نشهدها في سنوات خلت. لقد ثاروا بعد عقود من الظلم والاستبداد. يشهد التاريخ بانتصار كلمة الحق رغم ارتفاع سيف الجلاد. ارتفع ليقطف الرقاب، ارتفع لنشر الفساد. كم سفك الدماء وكم فرق بين الأحباب، ولد في نفوس الشعب الأحقاد. الجلاد ذبح من عنه انشق، وترك مساعديه ينتشروا في البلاد. لقد عاثوا في الأرض الفساد، لقد انتشروا، حاولوا أن ينتصروا، فكم قتلوا من أعداد. فيا شباب الثورة اصمدوا، واصبروا على كيدهم، وأجلوا الحداد. استمروا في ثورتكم، وللخلف لا تتراجعوا حتى تنتصروا على الأوغاد. إن قلوب الشعب معكم. كم ذل هذا الشعب الأبي، وكم ذبح، كم أكلت حقوقه. فالذل للطغاة والعزة لكم. أنتم الشعب، أنتم فخر الأمة، أنتم مجلب العزة والكرامة. أنتم من كشف عن عيني حاكمنا الغمامة. لقد كشفتم له الحقائق فأزال رموز الفساد، وصارت عقب اختياره الندامة. ها هو يندب حظه بعد أن رأى الميادين بالثوار مكتظة. ها هو يعتذر لكم، يريد أن يحسن تاريخه، وأنتم قد سمعتم كلامه. قد أساء اختيار بطانته، فصاروا سيوفا على الشعب مسلطة، وما أرى سوى ذاك عليه ملامة. ها هو يندب حظه بعد أن رأى الميادين بالثوار مكتظة، بعدما علم أن جلاديه سلبوكم الكرامة. فيا فخر الأمة اصمدوا، وخلف الحق اركضوا، حتى يغير نظامه، وحتى يسقط نظامه، ويحقق كل منا أحلامه. شعبنا واحد، حلمنا واحد. تجمعنا بميدان التحرير، مسلمون، مسيحيون، أغنياؤنا، فقراؤنا، كلنا مصريون، الكبير والصغير. حلمنا حلما واحدا كم انتظرناه من سنين. حلمنا بالحرية والكرامة للشعب. نريد محو الامتهان، نريد أن نحيا كبشر، نريد إسقاط الظلم وإنهاء حياة الذل والهوان. الكل يريد أن يعيش حياة كريمة، وألا تعود العقود الأليمة، وأن يشعروا بما لهم من كيان. نريد إنهاء الغلاء ورفع الظلم والبلاء. نريد وطنا يصان، نريد نشر العدل وإحقاق الحق، ونشر الطمأنينة والأمان. نريد محاكمة رموز الفساد، هم أساس البلاء في البلاد. نريد حقوقنا كاملة الأركان. فيا شباب الثورة أنتم الشعب، والشعب أنتم الكرام. أنتم الرجال دوما، رجال الحاضر والمستقبل، ولن ينسى التاريخ ما فعلتموه يوما. أنتم الأبطال، فليحيا النضال. لقد قمتم بتغيير مجرى التاريخ، وأرجعتم لوطننا الجمال. أنتم شباب الحق، وتساوى الشعب بلا فرق. أنتم شباب النبل والجلال. فيا أبطال يناير، أنتم شباب الحرية، وللوطنية أنتم خير مثال. أنتم في وجه الظلم ثوار، أنتم الأحرار. لا عودة لزمن الاستبداد، ولا لسيف الجلاد، والشهداء مع الأبرار. فيا فخر الأمة، سيظل يناير شهر الكرامة، وللطغاة شهر الندامة. أنتم حماة الديار، أنتم صنعتم التاريخ وكتبتموه بالدمع والدماء. فلتحيا الثورة، وليحيا الثوار، ولتحيا ذكرى الشهداء الأبرار. تحيا مصر حرة أبية، ولتحيا الوحدة الوطنية. فالشعب صاحب القرار، وقد حان الوقت لينتهي الظلم والاستبداد. ولن يستطيع المستبدين أن يلوذوا بالفرار. فليحيا شعب العزيمة والإصرار. هذا ما قد كتبته في يوم 7 من فبراير العام 2011 أثناء الثورة المصرية.
ثورة ذلك الشعب الأبي، والذي راح ضحية هذه الثورة ونتيجة الاستبداد وارتفاع سيف الجلاد راح ضحيتها ما يربو على 350 شهيد مصري، غير الذين راحوا ضحية طوال 30 عاما الأليمة. هذه العقود الأليمة، فوا أسفاه على أشخاص في أطياف الرجال ظن كل واحد منهم أن لو الكون لم يخلق إلا لسواه، وأن الكائنات كلها يستطيع تسييرها حسب هواه. ظن هؤلاء أنهم هم السباع، وأن غيرهم ظبية وبغال، وما أرى إلا أنهم أمثال. فوا أسفاه على الدنيا كلها كيف صارت في أيدي حثالة اؤتمنوا على أرواح البشر، لكن لا يعرفون سوى الغدر، لا يعرفون سوى الغدر.